حياتك راهي ما بين الكوسانة والموتور يا اختي ويا خويا الشوفير يا الشوفير يا الشوفير وكي تسوق ما تتسرعش احترم قانون المرور يا اختي ويا خويا الشوفير يا الشوفير يا الشوفير. لحد من الحوادث المميتة التي تسجلها الطرقات يوميا ولأجل السلامة المرورية نظمت نقابة سائقي الأجرة والناقلين وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والدرك الوطني والحماية المدنية وإشراك بعض الجمعيات الفعالة ومدارس التعليم السياقة يوما تحسيسي وتفاعلي بولاية سيدي بالعباس، إذ الانطلاقة كانت من مقر الشؤون الدينية وصولا إلى النقطة الدائرية المؤدية إلى طريق شرق غرب. الله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما. صدق الله العظيم. الله يجعل عملكم هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله. الجماعة اللي حاضرة معنا من الدرك إلى الحماية إلى البلدية إلى الشؤون الدينية إلى الكشافة إلى الجمعيات، نحن ننبه أن مقاصد الإسلام اللي جاء الإسلام من أجلها باش يحفظها هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. مقاصد الإسلام جاء من أجل أن نحيا، فلنحافظ على حياتنا والله يبقينا ويحفظنا ويبارك فيكم ويجازيكم إن شاء الله. شكرا. على بركة الله. سيروا على بركة الله. حياتك راهي ما بين الكوسانة والموتور يا اختي ويا خويا الشوفير يا الشوفير يا الشوفير وكي تسوق ما تتسرعش احترم قانون المرور يا اختي ويا خويا الشوفير يا الشوفير يا الشوفير. حياتك راهي ما بين الكوسانة والموتور يا اختي ويا خويا الشوفير يا الشوفير يا الشوفير وكي تسوق ما تتسرعش احترم قانون المرور يا اختي ويا خويا الشوفير يا الشوفير يا الشوفير. ارتأت النقابة الوطنية سائقي سيارات أجرة والناقلين لولاية سيدي بالعباس بالاشتراك مع مديرية الشؤون الدينية لولاية سيدي بالعباس واللي على رأسها السيد حجاج الحاج المدير الولائي اللي هو مشكور على هذه المبادرة وعلى المصاحف والمجلات الدالة على الحفاظ على الأرواح والممتلكات. أنا باغي نعطي نصائح للسواق وكذا للركاب بالتأني والحذر وأخذ الحيطة والتعامل بعقلانية وراء المقود. وآخر يوم هو روح ضحية سي عطا الله يرحمه هذاك الفكاهي والبرلماني اللي كاع الجزائر تتأسف له للوفاة تاعه وتحير، نقولوا عظم الله أجر الجميع. وماذا بين باغيين الناس يتوعوا بمخاطر الطريق، يعرفوا بلي الطريق ما ترحمش. إن التذكير والتحذير بمخاطر الإفراط في السرعة هو أمر يستوجب فيه وقت الضمير من تبيان محاسن الإسلام على ضرورة احترام شروط السلامة من دفع الأذى والضرر عن الآخرين، وهذا ما عمدت عليه مديرية الشؤون الدينية في تقديمها النصائح الكافية وكذا تقسيم بعض المصاحف من القرآن الكريم على السائقين. احنا جاتنا نداء من طرف مديرية الشؤون الدينية، لبينا الرضا والنداء وجبنا الطلبه المسافرين اللي عندنا يقروا، جبناهم درنا حفله بهذه المناسبه. نطلب من الجميع عدم احتقار السياقه، لان السياقه هي اخلاق قبل ان تكون قياده. السياقه كذلك هي تكفل وفنيات، وهي كذلك السياقه هي تخصص وليست فقط رفاهية. فالإنسان نرى كثير من التجاوزات، أن بعض السائقين يسوقون بيد واحدة، وخصوصا كذلك من الأسباب الخطيرة للتجاوزات أو لحوادث المرور هو الهاتف النقال. باش نسكت أخي باللي عندنا الأطفال هما اللي لازم نكثروا عليهم التحسيس والتوعية، وهذا اللي يعطي التحسيس على المدى البعيد. شي الحوادث المرور اللي راح نجوا فيها راح نهضروا عليها كل يوم في المدارس تعليم السياقه، ورحنا دايرهم لافتات دايرهم كل شيء، ولكن تلغى القانون باش نطبق للجميع. نهضروا بصراحه القانون كاين ولكن في الميدان ما يطبقش. في الحقيقه مدارس تعليم السياقه في هذه الاونه تاليه باسكو الحوادث كثروا في هذه لي ديرنيير زاني. الوغ اون دون تو سكون بو ويكون احترام بين السائقين، باسكو دروك ما بقاش الاحترام، يا بلو دو ريسبي اونتر كوندكتور. درك ولات في لا كوندويت مول الدرع يغلب. إن الأخبار التي تتداول على أسماعنا من وصفها لتلك الحوادث الدامية تجعلنا حتما نتصور كل كارثة تقع على أصحابها،
ولأن رجال الحماية المدنية هم أكثر من يعايشون الواقع على ألمه من تدخلات ميدانية تقربنا من الصورة الواضحة التي تحثنا على اتخاذ الحيطة والحذر. نناشد جميع السائقين بمختلف أنواعهم، الوزن الخفيف الوزن الثقيل، أن عليهم الحفاظ على الروح البشرية والتوخي الحيطة والحذر. ومن الحكمة التي تقول الوقاية خير من العلاج، وهي احترام قانون المرور، عدم الإفراط في السرعة وعدم تجاوز الخطير. وسجلنا حوادث أخرى في استعمال الهاتف النقال. نقول الهاتف النقال استعمال تاعو غير ضروري أثناء السياقة. وحتى ترتسخ الصورة أكثر وأكثر لدى السائقين، لابد من تكون الجهود قائمة على التفاعل الإيجابي من تحسيس مستمر، فإن دور الجمعيات والإعلام كلها عوامل قد تحد عن خطف الأنفس من الحياة. كما في الموازاة أيضا استعمال جانب الردع هو أمر ضروري، فإن الحواجز الأمنية المقيمة من طرف الدرك الوطني عبر الطرقات ما هي الأخرى إلا ضرورة إيجابية تعمل على التقليل من حوادث المرور وتأتي بالبشرى في انخفاضها. اليوم رانا نحسن إن شاء الله مستعملي الطريق، احترام القانون، احترام قانون المرور، عدم الافراط في السرعه، هذا هو الهدف تاعنا، وان شاء الله نبلغوه ان شاء الله بربي ان شاء الله نبلغوه. الحديث على لغه الارقام، نبشرك اخي الكريم باللي حوادث المرور على مستوى الولايه راه في انخفاض. الحمد لله. في انخفاض، هذا راجع باللي الوعي تاع السواق بدرجه اكبر، الوعي تاع السواق. نورمالمون الميساج تاعنا ولا تاع الجميع الشركاء الفاعلين في الميدان، الميساج راه يلحق، الرساله راه لحقت. دونك المواطنين راهم واعيين بحجم الخسائر الجسيمه اللي راهم يتلقاو فيها في الطريق، وعلى هذا الاساس نقول ونبشر الاخوه المستمعين انه في ولايه سيدي بن-عباس في الانخفاض محسوس في حوادث المرور. وسيبقى الضمير وحده من عليه أن يلقن الذات بتحديد مسؤولية الأخلاق، فإن التزامنا بأقصى مبادئ الاحترام هو الأجمل. ومهما اختلفت أولويتنا في السياقة، إلا أن أولوية العودة إلى الديار السالمين هي الأعقل والأفضل. راهينا بين الكوسانة والموتور يا خويا الشوفير وكي تسوق ما تتسرعش، احترم قانون المرور يا خويا الشوفير.